السلام عليكم متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي من خلاله غنشوفوا الطريقه اللي غيتصرف بها الدعم وشحال النسبه ديالو او القدر المالي اللي غيتعطى لكل عائله ولكل اسره على حسب المكونات ديال هاد العائله هادي او هاد الاسره. كندخلوا للموقع ديال asd.ma وكنجيو لهنا، كتدخل كيطلع لك هاد الواجهه، كيطلع هنا كتجي لشروط الاستفاده، فكتكليك على داك السهم كتطلع هنا. المهم هادشي اللي بغيتي تقراه فيه معلومات مهمه ليك باش تعرف شحال غادي تخلص او شحال غادي يجيك. كتجي لهاد الجدول هذا، عندنا هنا الاولاد من 0 إلى 5 سنوات ومن 6 إلى 21 سنة مدرسين، يعني اي ولد عندك من باقي يلاه تزاد حتى ل21 سنة، من 0 ل5 سنوات غير متمدرسين، واللي عندهم من اكثر من 6 سنين وكيقراو في المدرسة عندك الولد الاول والثاني والثالث غتخلص عليه 200 درهم في الشهر. مثلا عندك 3 ديال الدراري غتشد 600 درهم، هادشي في سنة 2023 و 2024. وفي البداية ديال سنة 2025 إن شاء الله إلا بقينا في الحياة غادي تولي 250 درهم، تزاد 50 درهم للولد. وفي البداية ديال سنة 2026 إن شاء الله إلا بقينا في الحياة غادي القدر غيوصل 300 درهم، أي زيادة ديال 50 درهم أخرى لكل ولد. أو إلا كانوا عندك أكثر من 3 ديال الولاد، 4 و5 و6، فراه الرابع والخامس والسادس غادي تاخد عليهم غير 36 درهم لكل واحد. وإلا عندك أكثر من 6، السابع والثامن وكثر راه ما كتخلصش عليهم. بالنسبة اللي عندك أولاد عندهم من 6 سنين حتى 21 عام وما كيقراوش في المدرسة، فراه كتكون ناقصة 50 درهم. مثلا عندك 3 راه غتشد عليهم 9000 ريال. ومن الرابع للسادس راه عندك 24 درهم للواحد، وكثر من 6 راه ما كتخلصش عليهم، السابع وفوق راه ما كتخلصش عليهم. وبالنسبة للمرأة الأرملة اللي يميت ليها الراجل راه كتكون زايدة. مثلا هنا فالأرملة كاين 350 درهم للولد الأول والثاني والثالث، كل واحد 350 درهم ديالو. أما هنا الأسرة العادية اللي فيها الأب والأم غير 200 درهم. هنا في كاين الفرق. ولا عندك الرابع والخامس ولا السادس راه غتشد عليهم غير 36 درهم للواحد، ولا عندك أكثر من 6 راه ما غتشدش عليهم. وكاين هنا واحد الملاحظة في الجدول تحت، 100 درهم إضافية للأولاد في وضعية إعاقة سواء كانوا مدرسين أم لا. هادشي كامل إلا كان فيهم شي واحد معاق، سواء كيقرا في المدرسة ولا ما كيقراش، عنده قل من 6 سنين ولا عنده من بين 6 سنين و 21 سنة، ولا ما عندوش الأب ديالو يعني الأم ديالو أرملة، راه كتكون 100 درهم زايدة. مثلا هنايا نجيو لهاد المثال هذا 200 درهم، ولكن هاد الولد معاق راه غيتخلص عليه الأب ديالو 300 درهم. هنا بالنسبة لمنحة الولادة فكتكون 2000 درهم على الولادة الأولى، والولادة الثانية راه كتكون فيها 1000 درهم. هادشي اللي كاين، وهادي هي الصيغة ديال الدعم اللي غتكون إن شاء الله تعالى. المهم إلا شفتوا الفيديو استفدتوا منه، نتمنى منكم ديروا شي جيم للفيديو وشي اشتراك.